بين الطرفين. وايضا يعني امعانا في نقطه الكلب مكيالين، بعد احداث شارلي ابدو في الفكاهي، او يعني هو ليس ممثل يعني، لكن هو يعني يقدم شيء كان يشبه لما كان يقدمه باسم يوسف عندنا في مصر، اسمه ديودوني. نشر على الفيسبوك جمله بيقول: انا شارلي كوليبالي، في مزج بين الهاشتاج اللي انتشر بسرعه جدا بعد حادثه شارلي ابدو، بيقول انا شارلي، ومزج بين اسم يعني المتهم من قام بحجز رهائن احمدي كوليبالي. هو محتجز الان في الشرطه بسبب هذا التعبير، والان جدل في فرنسا واسع يثور: هي حريه التعبير حلال لشارلي ابدو، حرام لديودوني وقت ما يقول حاجه زي كده، وهو متهم بتهمه الدفاع عن الارهاب او التعاطف مع الارهاب. اعتقد هم لا يكلون مكيالين ب1000 مكيال حسب ما تتراءى لهم حسب اهوائهم، وفيما يتعلق بعقائد الشعوب يجب احترامها قطعا. يعني مثلا لو ذهبت صحفيه الى ايران يجب ان تلبس فولار او شارب الى اخره عندما تلتقي بحسن روحاني، لكن يعني عدم ازراء الاديان مهم جدا لانه يرضي 1.5 مليار مسلم. نعم. طيب عودة مرة أخرى لحوار دكتور الطيب في المصري اليوم، ايه ابرز ما يستوقف حضرتك في تصريحاته؟ هل لما يقول اذا فتحنا باب التكفير لن ينجو احد، هل ده يعني تعبير نتوقف امامه؟ قال الازهر كغيره تسلل اليه متشددون من الاساتذه بيحاولون نشر الافكار، لا وصايه للازهر على التشريعات. يعني ابو حامد الغزالي يعني امام الاسلام في عصره، اعتقد انه كان وضع كتابا ما هي الشروط التي يجب توفرها في الانسان لكي يطلق عليه انه كافر. اذا كلمه تكفير لا يمكن ان تقال عليه انسان، كلنا مؤمنون وكلنا نعرف يعني ديننا الحنيف جيدا، يعني نسب مختلفه لكن كلنا مسلمين. حتى الملحد الدكتور زكريا ابراهيم استاذ الفلسفه الشهير جدا يقول لك حتى الملحد مؤمن، لانه عندما ينكر وجود الله معناه ذلك انه يشعر انه موجود، وبالتالي هو يؤمن تماما بهذا الذي ينكره. يعني على اي حال اعتقد بشكل او باخر ان شيخ الازهر رجل مستنير، وعندما يقول هذا الشيء يعرف جيدا ويربط الماضي بالحاضر، يؤكد ان ابو حامد الغزالي قال كذا وعليه التفكير ذلك.